عام نهاية يمكن 71، لا موسم 71 توزعت حنطة معفرة بالزئبق. هاي تعفرت بالزئبق حتى تقاوم الظروف المناخية العراقية، كانت هناك تقاوم التفحم والتصحر، فعفروها هذه ظروفنا احنا قاسية خصوصا بالصيف. ف كان الموسم مال 72 الموسم كان شوية يعني المنتوج كان قليل وشحة بالحاصل. ففي حال الفلاح شو يسوي؟ قال لك انا عندي هاي وهي حلوه، شوف شكلها هوايه، فاستخدمها للطعام. فقبل قسم منهم اكلوها منها وماتوا، وقسم قاموا ينطوها للحيوانات، فالحيوانات ايضا صابت فتقريبا يعني من الصعوبه انه تجي تحصرها هاي وين. تقريبا كل القطعان بالعراق والفلاليح كلها تدري من عرفوا انه هاي مو صحيح طوها للحيوانات. اجتمعت عندنا بالاثناء شلون انت تعالج هاي، خلينا نشوف تفرزن من هي الحيوانات المصابه من الحيوانات، يعني البقر زين والماعز والخرفان، ويمكن حتى على الاسماك راحت هذه، يعني كل الثروه العراقيه تعرضت لهذه. فشلون انت تنقذها؟ تجي تتلفها للثروه العراقيه كلها، كان الناس بيش تعيش شلون هاي. ففكروا انه خلي يحللون ياخذون نماذج، يجي على القطيع يختار له 10 15 راس غنم او بقر او كذا، وياخذ من عندهم شو اسمه عينات، ويحاولون يعني نسبة الزئبق كانت قليلة، بس هاي النسبة القليلة هي تقتل، واكثر شيء تقتل، اكثر شيء بالشعر العنصر الحرج مالها. كل نظير الى موقع بالجسم وين يروح به، كالسيوم يروح للعظام للهاي زين، اليود يروح للغده الدرقيه، يعني كل عنصر اكو مكان الى حرج، قسم يروح للكبد، قسم للمعده، قسم فهذا يروح للشعر بالنسبه للانسان، بس حتى ينتقل للشعر يراد له مده غير، فاكيد بالبدايه باللحم بالدم فتراكمت عندنا كم هائل من العينات، تقريبا 14500 عينه، لان هاي شلون تحللها؟ احنا عندنا كانت قناه وحده نشعع بها النظائر المشعه، لا مو قناه، شو 8 قنوات كنا نشعع بها نظائر مشعه. ويعني اذا نريد نقول احنا بالاسبوع 50 عينه. وين تردون توصلون؟ نريد نوصل نحللها نشوف هاي بيها زئبق لو ما بيها، حتى نعطيهم هذا الصك انه هذا القطيع ممكن انه تستخدموه او كذا. فحسبناها تحتاج 3 سنين. رحنا على الاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي قالوا اني تجي طائره كانت تجي يوم الاحد وتطلع وترجع الخميس، فيجي ياخذها يوم الاحد يرجع لنا الخميس، مو هي لازم مده من هاي العينات تشعة. فشفناها انه تطول مده كلش طويله، فبوقتها فكرنا انه نشتغلها بصوره يدويا. حتى تعرف هاي شلون تصير، لازم تجي تدخلها بالمفاعل العينه، ومن المفاعل تطلعها تحت المي بقناه معينه، وبعدين تنقلها الى فد وعاء سطل، بعدين تطلعها بكونتينر 5 طن من الرصاص، وهذا ال5 طن من الرصاص تشيله الى فتحه يسموها الخليه الحاره، تنزله بالخليه الحاره. هي الكبسوله وين موجوده؟ موجوده فد علبه من الرصاص، من الالمنيوم. فمن تدخل بالخليه الحاره، الخليه الحاره هي غرفه وبيها شباكين مزججه بالرصاص حتى من توقف وراها ما تجيك الاشعه، وايدي ميكانيكيه بيها شباكين، بكل شباك اكو عتله، وهاي انت توقف هناك وهاي تحاول شو تسوي؟ تطلع هاي الكبسوله من هذه، لازم تفتح راس الكبسوله وتطلع النموذج العينه، وتجيب وعاء اخر وتخليه بيها وتغلفه وتطلعه وتوديه للتحليل حتى يحللوه التنشيط النيوتروني. هاي عملية تدري يعني معقدة جدا وصعبة. ايش تقدر تسوي انت بالاسبوع اكثر؟ كان عندنا بس واحد عبد عون، كان في واحد فقط متعود على هاي الشغلة، بس واحد. وهاي كم عينة ممكن تطلع له؟ لازم 14500، هاي سنين تطول. فايش فكرنا؟
صاحب تقي الشيخ الله يرحمه، حقيقة كان بالتحليل بالتنشيط النيوترون، يعني احنا نحللها ونوديها إلى مجموعة أخرى، المجموعة الأخرى اللي هو كان حسين الشهرستاني وشاكر الجبوري، هذول يحللون لنا إياها ويقولون بيها لو ما بيها، احنا نشععها ونودي لهم إياها. فبوقتها قلت له شاكر ايش قد تقدر تحلل لنا بالأسبوع؟ قال لي أبو باسم ايش قد ما تريد، ايش قد ما تنطينا نشتغل 24 ساعة. قلت له صاحب شو نسوي بهالحالة؟ قال ماكو غير نشتغل خارج تعليمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. تعليمات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حكيت لك اياها، تطلع العينة وتجي وتروح هيك شيء. وعليه تعال انت ابو الفيزياء الصحية، اذا اريد اشتغلها فوق سطح المفاعل ايش قد الجرعة؟ قال لي 100 مرة اكثر من الجرعة المسموح بها. هاي العملية شلون نسوي؟ قلت له صاحب شو نسوي؟ يعني معناها إذا تشتغل ساعة لازم تروح ترتاح 100 ساعة، 5 أيام جاي تطلع البطانة أغلى من الوجه، مو صحيح؟ قلت له صاحب نروح نجيب من الشورجة نشتري شو يسموها يعني أحواض، زين، ونشتغل يدويا ويا ما الله ذبها. طبعا سوينا اجراءات وقائيه، هذا جزء من هذا الشكل اجراء وقائيه. نعرف احنا الخلايا اللي اكثر تحسس بالاشعاع، وبدينا نشتغلها يدويه وانجزناها ب8 اسابيع. 8 اسابيع 14000 كملت؟ 14500 سويناها ب8، توفوا من عندنا. طبعا ورث هذا صاحب تقي الشيخ كان اول شو اسمه، صار صاحب صار سرطان زين، صاب بالسرطان، صابوا قسم من عندنا بالسرطان. هاي تدري هم يعني هي الاعمار بيد الله، انطينا. بس هو السبب الرئيسي هذا؟ طبيعي السبب الرئيسي، اخذنا جرعه اشعاعيه. كم واحد يصيب بالسرطان؟ والله تقريبا الكل انصابت بالسرطان، بس قسم شفوا الله شفاهم، انا هم انصبت بالسرطان بس الله شفاني. قسم يعني تعتمد انه وين صارت الضربه مال السرطان. هذا اللي دفعنا نطور، نطلب زيادة قدرة المفاعل، من نزيد قدرة المفاعل من 2 إلى 5. عافية، راح نزيد احنا النشاط النيوتروني. ما يهمنا من كتبتوا؟ هذه وين احنا وين الوكالة الدولية؟ ثق القيادة كل شيء ما تعرف، مو يم الموضوع ابد. القيادة شنو مفاعل شنو كذا ما له شغل، هم جماعة المفاعل هم اللي يديروا.